السلام عليكم اخوتي اخواتاتي. البحرية الملكية كتدخل وكتنقد قارب صيد جزائري أصيب بعطل ودخل المياه البحرية المغربية وما طلقوش عليها الرصاص، بل عاونوه ودخلوه للميناء حتى تصاوب العطب ديالو ومشى فحالو، عكس البحرية الجزائرية اللي طلقات الرصاص على وليداتنا وقتلتهم. شوفوا هذا الفيديو ورجعوا من بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. هاد التعطيله اللي صارت لنا في البحر كانت يوم الاثنين على 12 زوال 12. قطعوا لنا واحد زوج كراوي، جبدنا الشبكه جينا نصلحوهم، وكي صلحناهم ضربنا على الموتور باش نوضوه، ما كانش. هو اني العطل كان عندنا في ديمارور خسر لنا وما يضربش اول مره اللي صارت لنا في هذا، وكنا برا اولارج لا بوزيسيون كانت 35 38 600 2 دوغري 12. وكان البحر هاود، واحد الماريه كانت قويه بزاف، ارطمينا ماريه الشرقيه والبحر الغربي. والبارح يوم الثلاثاء هذه اثنين صراتنا، يوم الثلاثاء واحد الطياره جات هي اللي شافتنا، ريشنا نهار البطاريات حنا طاحوا لنا، ما بقى لا ضوء لا لي سينيو لا والو. ريشنا هذيك الطياره وهي اللي راقبتنا واتصلت بجيش ملكي. والجيش الملكي جاتنا واحد لافيدات صغيره دات علينا لي كوردوني، ومن بعد اتصلت بكبيره، جات الكبيره قعدت معنا حتى ل 11 تاع الليل. وواحد الفلوكه مغربيه شالوتي كان يخدم تما عندهم في لازون تاعهم، هو اللي سكورتانا ودخلنا لهنا لراس الماء. استقبال الحمد لله على كل حال، ما شاء الله والله العظيم ما نويناها. واذا قلنا سيدي ما شاء الله، سواء من السلطات سواء من الشعب سواء من كل اجانب، الحمد لله في جوسكا بريزون. وهذا ولابان هما سكدوها لنا والحمد لله. هنا المنطقه تاع كابوياوا اول مره نجي لها، والحمد لله ما نويتاش كما كنت نيماجينيها. بليده صغيره مي ما شاء الله يعطيهم الصحه. وفي هذا الفيديو اللي ربما الاغلبيه ديالكم شافوه، دوك الجوج الجزائريين اللي حاولوا يتجاوزوا الحدود ويهربوا للمغرب من الجزائر، الجيش المغربي ما طلقش عليهم الرصاص رغم انهم تجاوزوا المنطقه العازله، واي جيش يقدر يطلق الرصاص على اي واحد كيقرب للحدود او كيفوت المنطقه العازله. هادشي كيوقع في الدول الديكتاتوريه اللي ما كتحترمش الانسان. المغرب في عديد المرات كتجاوزوا الجزائريين الحدود وما كيطلقش عليهم الرصاص. الجزائر هذه ماشي اول مره كتطلق رصاص على مغاربه، جيش مغربي او حتى مواطنين يحاولوا يمشيو يزوروا احبابهم واقاربهم في الضفه الاخرى من الجزائر. الجزائريين ما تردوش وطلقوا عليهم رصاص وقتلهم، والغريب ما كيردش عليهم باش ما يطيحش في دوك التفاهات ديالهم وباش ما يصعدش، لان الجيش الجزائري او الكبرانات في الجزائر هذا هو الهدف ديالهم، بردعه الشعب ديالهم ويجروهم للعدو الكلاسيكي المغربي باش ينسيوهم في مشاكلهم ويقول لهم باننا عندنا عدو خارجي كيتربص بنا وخصنا كلنا نكونوا متحدين وما يكونوش عندنا مشاكل داخليه وتكون عندنا هذيك اللحمه الداخليه ونتفرغوا للعدو ديالنا المغربي. لو كان دوك المغاربه اللي قتلوهم في بالتيت كيف اللي دخلوا الحدود الجزائريه كانوا اسبان او فرنسيين من اصول فرنسيه او امريكيين، الجزائر لن تطلق الرصاص. ولكن بما انهم مغاربه فالكبرانات ما كيترددوش يقتلوا مغاربه، لان العقيده عندهم هي العداء لكل ما هو مغربي والمملكه المغربيه. وهذا ليس من شيء من المغاربه ما كيتجروش وما كينجروش لسياسه العداء للجزائر، بل ديما كنشوفوا خطابات ديال الملك واليد الممدوده النقيض على السياسه الكبراناتيه الهمجيه. بعد المقتل ديال الشابين المغربيين بزاف ديال الاصوات تطلب الانتقام والحرب، ما يمشيش الدم ديال هاد المغاربه هدرا
ولكن المغرب لن ينجر، ما غينجرش بحال هاد الاشياء باش ما يعطيش مشروعيه او شرعيه للنظام الجزائري. البحريه الجزائريه اللي عطونا اراء ديالكم في هذا الشيء، واش المغرب عليه رد او التجاهل.